وقلت لك ان في ناس بتشتري لابتوب ب 30 و 40 الف وبعد شهر بالظبط بيكتشفوا ان الجهاز بدأ يبطأ وبيسخن منهم. والمفاجأة ان المشكلة مش في اللابتوب اساسا، المشكلة في شوية حاجات بيعملوها بعد ما يشتروا اللابتوب الجديد. الفيديو ده بقى هقول لك اهم الخطوات اللي المفروض تعملها بعد ما تشتري اللابتوب بتاعك عشان تحافظ على سرعته وبطاريته واداء. خليك معايا بقى عشان اقول لك اختبار بسيط تعرف فيه اذا كان في حاجه بتستخدم موارد جهازك من غير ما انت تحس. وما تفوتش اخر نقطه عشان دي اهم نقطه واللي بتخلي الناس تحس ان اللابتوب بدا يبطأ واداؤه ضعيف بالرغم ان هو لسه جديد. اول حاجه لازم تعملها هي تحديث النظام وتعريفات الجهاز. ناس كتير بتشتري لابتوب وبتستخدمه مباشر لكن احيانا بيكون في تحديثات بتحسن الاداء والبطاريه وحتى الامان. وبالمناسبه دي مش اهم نقطه، بس اقولك نعملها ازاي. الخطوه بنعملها ان احنا نخش على الاعدادات ونخش عند ويندوز ابديت ونتأكد ان لو في تحديث محتاج يتحدث لازم نحدثه وبس كده تعمل ريستار للجهاز وبعد كده كله تمام. النقطة التانية اللي المفروض ان احنا نحذف البرامج اللي ملهاش اي لازمة. معظم اللابتوبات الجديدة بيجي عليها برامج متثبتة تبع الشركة، برامج كتير منهم انت اصلا ما بتستخدمهاش، والاسوأ من كده انها بتشتغل في الخلفية بدون اذنك اصلا. فتعال نشوف هنمسحها ازاي. هنخش على السيتنج ومن السيتنج هنختار ابس انستولد ابس ونيجي هنا نشوف البرامج اللي احنا ما بنستخدمهاش عامة. على سبيل المثال انا مبستخدمش تطبيق اكس بوكس فملوش اي لازمة نعمله انستول. نفس الكلام مع اكس بوكس ان لايف هنعمله انستول، وهنعمل نفس الحركات مع كل التطبيقات اللي ملهاش لازمة او اللي احنا ما بنستخدمهاش عامة عشان تسرع معانا الجهاز. وبرضك لو حذفت كل التطبيقات ديت، النقطة اللي جاية أغلب الناس بتقع فيها وبتتجاهلها. كل برنامج بيشتغل مع الويندوز ياخد جزء من سرعة الجهاز. ممكن تلاقي برامج زي سبوتيفاي وستيم وبرامج غيرها كتير بتفتح مع الجهاز طبعا وانت مش محتاجها، وده بيخلي ان الجهاز يفتح أبطأ وتحس ان الجهاز بدأ يبطأ وانت لسه جايبه جديد. فأقولك ازاي تحل المشكلة دي. أول حاجة هنروح على التاسك مانجر، هنيجي عند البار اللي تحت كليك يمين تاسك مانجر، وبعد كده هنروح عند ستارت اب ابس ونيجي هنا نشوف اي برنامج معمول جنبه انيبل واحنا مش محتاجينه نعمله ديسيبل. كليك يمين ديسيبل، يعني زي برنامج مايكروسوفت كوبايلوت بيفتح مع الجهاز فبيبطئ الجهاز، وموبايل ديفايس نفس الكلام. حاجات كتير انا مش محتاجها، وعندك ستيم لكن انا اعمله ديسيبل، وسبوتيفاي نفس الكلام. وبس كده. النقطة اللي جاية اللي خلتني أصلح أجهزة كتير أصحابها كانوا مفكرين إن المشكلة في الجهاز ذات نفسه، وهي إن الجهاز بيسخن والبطارية بتخلص بسرعة. في البداية لو بتسد فتحات التهوية أو بتستخدم جهازك على السرير أو على البطانية فأنت كده حرفيا بتخنق الجهاز وبتموت نظام التبريد. سخونة الجهاز هي العدو الأول لأداء الجهاز مع الوقت. أنت لازم تفحص جهازك وتتأكد إن فتحات التهوية مفيش فيها أي مشاكل. معظم اللابتوبات الحديثة فيها تحديد الشحن عند 80% أو 85%. طبعا كل جهاز بيختلف عن التاني، كل جهاز ليه ابلكيشن معين بتقدر تحدد منه. على سبيل المثال الجهاز اللي معايا هو ديل، انا بستخدم ديل باور مانجمنت. بكتب لي اسم جهازك في التعليقات وانا هقول لك البرنامج المناسب ليها، وتعالى نشوف هنعملها ازاي. انا عن نفسي جهازي ديل فانا بستخدم ديل باور مانجمنت. تمام، كل جهاز بيختلف عن التاني فاكتب لي اسم جهازك في التعليقات وانا هقول لك الطريقه. فنخش على ديل باور مانجر اسف. زي ما انت شايف كده دخلت على باتري انفورميشن، خش على السيتنج ونعملها كاستم. انا عايز جهازي عندي 50% يبدأ الشحن، وما يوصل ل80% يقف شحن، وبس كده. دلوقتي بقى وصلنا للاختبار، الاختبار اللي انا بقولك عليه من اول الفيديو. فتعال اقولك هنعمله ازاي. اول حاجة هنخش على التاسك مانجر وبعد كده بروسيس. لو جينا هنا ولقينا تطبيق بيستهلك من الرامات والمعالج من غير ما احنا نفتحه فانت كده في الغالب عرفت المشكلة. وبس كده هنعمل له اندسك البرنامج اللي احنا مش مستخدمينه عشان يوفر معانا في استهلاك الرامات واستهلاك المعالج. الاختبار ده بياخد منك اقل من دقيقة لكن بيوفر عليك وقت كبير انك تدور على حل المشكلة. طالما انت وصلت هنا فانت من محبين الويندوز واللابتوبات وعايز تستفيد من جهازك بافضل شكل ممكن، عندي فيديوهات جاية هتتكلم عن تسريع الويندوز وحل المشاكل. اشترك في القناة واستنى الفيديو الجاي ان شاء الله.